تعالوا ارسموا معايا. النهارده هنرسم بالوان سوفت باستل، اللي هي اكتر الوان بكرهها ومبعرفش ارسم بيها. بس المشكله ان في 2 فنانين هنا رسامين جامدين قوي اتحدوني ان انا ارسم بيها عشان هم عارفين انها نقطه ضعفي. بس ولو هرسم بيها وان شاء الله هتطلع الرسمه جامده، ويعني ان شاء الله خير ان شاء الله خير. محمد صبحي فاكرينه اللي عمل تحدي معايا قبل كده؟ محمد صبحي او مو ارت، فاكرينه هو ده اللي اتحداني، هو وريم، رسامه ريم. هعمل لكم تاج ليهم عشان تدخلوا تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتهم، لان هم كمان رسموا بنفس الالوان دي. المهم انا قررت هرسم بنت كده وحواليها ورد او زرع. قررت ابدا الاول بس بلون خفيف كده عشان اشوف الدنيا فيها ايه لا والله ما الموضوع جميل اهو. يلا بينا نعك بقى اكتر ونشوف الرسمه هتبوظ ولا لا. حطيت شويه احمر هنا على شويه اصفر هنا على شويه اخضر في العينين، وما تقلقوش هنسيح بمنديل. هي شكلها يخوف، بس يعني ان شاء الله لما نسيح كله على بعضه هتبقى حلو ان شاء الله ان شاء الله. جبت بقى القلم الاسود الفحم عشان اضيف سواء مش عارفه اقول الجمله دي، انا عيدتها 3 مرات، كل مره اقول فيها حرف غلط عشان اضيف شويه تفاصيل. متهيألي كده الوش خلص ومبقاش يخوف زي الاول، صح؟ هنلون بقى البتاع اللي على راسها اللي انا مش عارفه هي ايه دي بجد، حد يقولي. لبني فاتح، ضفت لبني على ابيض اداني اللون ده. وبعد كده بدات ارسم بقى الازهار اللي هي هتكون حواليها. عملت اوراق الشجر باللون الاخضر الغامق والاخضر الفاتح، وبعد كده بدات ارسم بقى ورد باللون الاحمر على البرتقاني. والله يا ولاد الموضوع طلع حلو، يعني ما طلعش صعب قوي زي ما انا كنت متخيله. بصراحه اللي خلاني كنت خايفه ان انا رسمت بيها قبل كده والرسمه طلعت وحشه قوي، فقولوا لي لو عايزين تشوفوها، ويا ريت ما حدش يقول لي عايزه اشوفها. المهم قولوا لي رايكم في الاخر ومين كسب التحدي.